هو بادر قال لك بحبك؟ لا لا أنا طيب قال لا والله ما بدي. ليش؟ على ناقصنا أنا أجيب أولاد صغار. يعني فينا نقول أنت طلبتي إيده يعني. طلبته شلون بدك تفهم أفهمها. كان عم يسعف أخوه كان فيه جلطة دماغية. إيه ولا بنص الطريق هو جاي، أخوه إجا هو بنص شو اسمه توفى. جيت لقوني بعد إنه متوفي. هلا صار لازم نزور ام رفعت ابتسام. طبعا ابتسام هيك صبية صغيرة شوي، هيك ام رفعت مكبرتها، هلا حتتعرفوا عليها. صبية فرفوشة رغم الألم يعني. انت ما فيك تسكري هداك الباب. بتضل لا لا تسكري اكيد لا. شو اخبارك؟ بدك تفتحي لي هذا الباب؟ ابتسام، انت الك من اسمك نصيب. إيه والله. رغم انه يمكن كان في معاناة بحياتك وكان في ألم، بس بتضلي مبتسمة. شو الوصفة؟ هيك سبحان الله دائما، يعني لو إنه في كان مصائب أو شيء لازم بدي أضحك، هيك ما فيني. امتى اخر مرة ضحكتي كثير من قلبك؟ إيه متى؟ من شي سنة وشوي. يعني إنه هيك كانت لمة العيلة، ويعني كان جوزي موجود. زوجك كيف توفى؟ توفى جلطة، هيك ما كان فيه شيء. كان عم يسعف أخوه كان فيه جلطة دماغية. كان عم يسعفه. إيه كان ماخذين موعد من شو اسمه من المشفى مشان عملية. إيه ولا بنص الطريق هو جاي، أخوه إجا هو بنص شو اسمه توفى. بنفس اليوم؟ بنفس اليوم اللي كان عم يجي ياخذ أخوه فيها. لا حول ولا قوة إلا إيه بالله. والله. الله يرحمه يا رب. تعيش. انتوا حبيتوا بعض كثير؟ إيه. إيه هو كان لما كانت هالأزمة لجؤوا لوين على جديدة. ايه. إيه ومن جديدة لما كان قاعدين ببيت أخوه عاد صدفته هنيك. شو كنت عم تعملي انت هوني؟ إيه لساتني شو كنت طفلة. صح. إيه صدفته هنيك. احكي لي عن اللقاء الأول يعني. إيه شفته وشافني. إيه بعدين عاد تاني يوم ثالث يوم كنا نشوف بعض، بس ما كنا نحكي مع بعض عادي. هو بادر قال لك بحبك؟ لا لا أنا. انت تقدمتي له؟ يعني شلون بدي أقول لك، شايف الوضع كان كيف هون عنا بالمجتمع. شايف ما حدا عم يتزوج. يا بني تطلع عندي طلبة. استني لك. شو عملتي؟ رحتي قلتي له انا بحبها؟ هون لا كان بدهم يجوزوه، ما كان يقبل بده يتجوز. ايه. إنه سبحان الله كل ما إنه بده يشوف وحدة ما كان يعجبه. طيب إيه انت وين عم توصلك الأخبار؟ إيه إجت أيام وواحد أيام عاد أنا هون كنت طفلة لسه، شو يعني 15 أي. سنة. إيه إجت هون بتكون بنت أخوه، بتكون صديقتي. قالت له تعا يا عمي أحسن ما أنك عم تشوف هي وهي، تعا ناخذ لك ابتسام. طيب قال لا والله ما بدي. ليش؟ على ناقصنا أنا أجيب أولاد صغار. إجا يوم وياحت يوم وقعت عليه. يعني فينا نقول انت طلبتي ايده يعني. طلبته شلون بدك تفهم أفهمها. جينا طلبنا. طيب وبعدين هلا انتوا يعني الى حد ما كان في قصة الحب العنيفة، بس بعدين لما تزوجتوا كيف كانت الحياة؟ لا الحمد لله حلوة كانت. حلوة. شو أحلى شيء كان فيه الله يرحمه؟ يعني كل شيء كان فيه حلو، عصبيته، كل شيء شو بدي أحكي يعني. ما لقيتي إلا عصبيته تقولي؟ عصبيته أحلى شيء، عصبيته لما يعصب بخيب الدنيا كلها. وأنت يوم تكوني مبسوطة. مبسوطة شو بدي أسوي. بقعد ببكي بعدين عادي. بس بيني وبينك في صبايا بيحبوا الشاب بس يعصب. إيه عم أقول لك أنت كنت تحبي بس تشوفي معصب. شو ليش؟ إنه شو تصير رجال؟ أيوة إيه. عم تمزحي ابتسام. لا وقف. طيب شو أحلى لحظة عشتيها معه؟ لحظة ما بتنسيها. لحظة ما بنساها لما كنت أتخانق معه. بتحبي لما كنتوا تتخانقوا؟ إيه بحب عصبيته عم أقول لك. هي أحلى لحظة؟ هي أحلى لحظة. يعني شو اللقطة كنت تحبي بس يجي يصالحك مثلا؟ إيه كان يجي يصالحني مثلا، يشوفني زعلانة بيجي إيه هو يصالح. هو يصالحني إيه. بعدين الله يرحمه توفى. احكي لي عن حياتك بعد وفاته. بعد ما توفى أول شيء احكي لي عن هذا اليوم، كيف تلقيتي هذا الخبر؟ والله كنت أنا ببيت أهلي. هو كان جايب شو اسمه بده يتبع عقيقة لابنه. إيه عاد إجا. أنا ما كنت بدي أطلع من هون، كنا أنا وياه سوا بدنا نطلع.
قلت له يا أسامة امشي نطلع أنا وياك. قال لي ما بدي، أنت طلعي لعند أهلك وأنا الجمعة إن شاء الله بجي لعندك. قلت له ما بدي. قال لي لا اطلعي. قلت له طيب ماشي مثل ما بدك. طلعنا أنا والولاد هون. ما في يوم الثلاث طلعت والله. الخميس حكينا معه ولا كأنه ما فيه شيء. خميس المساء يعني حكى معي ومع الولاد كل شيء. ما في. السبت لما كانوا طالعين أسعفوا أخوه، ما في الساعة واحدة دقوا لي قالوا لي إنه أسامة بالإسعاف. مختلفة الحياة. شو صار؟ جيت لأونس بعد إنه متوفي. شو بدنا نحكي؟ لا حول الله ولا قوة إلا بالله. كنت حامل بهاي. ما شاف. شو سميتيها؟ حلا. عندي ولدين وبنت. انت لوحدك عايشة مع اولادك ابتسام؟ لحالي. كم ولد؟ ولدين وبنت. ولدين وبنت. كيف عم تقدري تدبري امورك؟ والله ليك من باب الله، شو بيجي بصرف لها الأولاد. بس ما فيني أشتغل، وين بدي أحط الأولاد؟ على فكرة انت كتير بتنحبي وجواتك هيك كتير ابيض. الطفلة اللي جواتك بعدها موجود. انتوا 4 أطفال بالبيت. الله يخليك. ورفقاتك هن؟ بلا شو يعني نضحك نمزح أحيانا نلعب مع بعض. يعني لو تكون مثلا تكون هيك حزين من جواتك، بس لما تشوف ابنك حواليك بتنسى كل شيء. الله يخلي لك اياهم يا رب، والله يبعث لك ايام حلوه، ان شاء الله حنكون نحن مع بعض وقفه اهل إن شاء الله. إذا الله راد. إن شاء الله. انا بدي اتشكر مؤسسه سوريا بتجمعنا لجماعتنا اليوم. تمام. واذا الله راد كمان حيكون، بعرف انه اهل الخير كتار ومستحيل يتركوا. إن شاء الله. الله ما بينسى حدا. إن شاء الله. الله أخذ أبوهم بس أولادهم ما بينساوا إن شاء الله. إن شاء الله. انا هيك تقلت عليكي قبل الفطور هلا يمكن ب10 دقائق وانت صايمه. وشو طابخه اليوم؟ ريحه بتجنن. تفضلوا تعالوا فطور. كلها بازاليا بتجنن. الله يسلمك. صحه وهنا يا على قلبك. توصينا بشيء؟ لا والله سلامتك. الله معنا. لا خليكم بالله فطيروا معنا. لك يا رب. معنا. الله يسلمك. تعالوا ورجيكم هاي البنوتة إذا حملتها شو حيصير. نورجيهم تيست. تعال. ما بكيتك ببكي. متعلقة فيكي بطريقة حدا من غير. أنا متعودة كثير. الله يحمي لك يا الله يخليك. تفضلوا معنا فطيروا معنا. والله صحة. على قلبك. يلا كمان نحن نلحق هلا نروح نفطر. صحة معكم على قلبك. الله معك. مع السلامة.